هل كنتوا مسؤولين عن حاجه زمان وانتوا اطفال؟ يعني كان مسؤوليتك ايه وانت في البيت يعني انا كنت مثلا لحد فتره معينه كنت انا اللي بعمل شاي لابويا. دي مسؤوليه. انا بتاع الشاي في البيت. مسؤول عن التلقيمه ولا عن الشاي عامه؟ يعني ايا كان بقى حلو حتى لو خلص انت مسؤول عن كفايه الشاي في البيت. مش واقف بنصبه في البيت شايف على جنب معايا كده لا ورماله عامل الكاب كده وحاطط سكره في ودنك لا وصل بالاحترافيه زي بتاع الكشري. يعني انا امي كانت بتاخدني وانا نايم كده. ايوه معلش قول لنا كان بتصحيك ازاي؟ معلش انا هقول لك. أيوة. هو ابويا الله يرحمه كان بيصحى بدري وكلنا بنصحى بدري عشان المدارس، فبنفطر الساعه 7 الصبح. فامي كانت بتخش عليا وانا نايم، تشدني كده من على السرير، تفتح الباب، ترميني على السلم معايا قفص وجنيه. بفوق عند الراجل يعني انا بفضل ماشي عامل كده لحد ما اوصل عند الفرنه معايا قفص وجنيه. فالراجل بيفهم انا ما بقولوش حاجه بس هكون عايز ايه يعني مش عايز لبن. ياخد الجنيه ويحط لي عيش على القفص افوق وانا راجع بقى على البيت. بس انت كل ده انت نايم؟ انا نايم طبعا، نايم ماشي في الشارع نايم. انا متاخد من على السرير يا فكر. مفيش حتى اصحى والله مفيش. والبنطلون بيبقى اللي هو حته فوق وحته تحت، اللي هو انا بدي الحته دي، وشعره نايم من هنا واقف من هنا كده. والناحيه الثانيه تلاقي مامتك اصلا طلعتك على السلم وراحت حاطه القفص وحاطه جنيه وراحت قافله وقاعد تقول تعويذه كده.